إخواني أخواتي السلام عليكم. المغرب كيتوصل بشكل رسمي بمنظومة باراك ام اكس للدفاع الجوي بعيدة المدى، وكانت مجموعة من التقارير الصحفية أكدت بأن تسليم هذه المنظومة ذات الصنع الإسرائيلي إلى المغرب غادي يتم في منتصف 2023، علما أن هذه المنظومة قادرة على إسقاط أي طائرة أو صاروخ في مدى 150 كيلومتر. وأضافت هذه المصادر الصحفية أنه تم توقيع عقد بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتزويد المغرب بهذا النظام. للإشارة، فمركز القيادة والتحكم الخاص بمنظومة الدفاع الجوي باراك ام اكس سبق وظهر لدى المدفعية الملكية على منشور دعائي للمنظومة من طرف الشركة المصنعة، وهي صناعة الفضاء الإسرائيلية IEI. ونظام باراك ام اكس هو الأحدث في عائلة أنظمة صواريخ أرض-جو، بدءا من نظام الدفاع النقطي باراك 1 المحمول على متن السفن، والذي دخل الخدمة في التسعينيات. ويتألف نظام باراك ام اكس من إصدارات MRED و LRED و AR الاعتراضية، مع نطاقات فعالة تبلغ 35 كيلومتر و70 كيلومتر و150 كيلومتر على التوالي. وتم إجراء أكثر من 40 اختبار تشغيلي لنظام الصواريخ ضد مجموعة من الأهداف في البر والبحر. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتيس قال قبل عدة أشهر بأنه في العامين الماضيين منذ اتفاقية أبراهام وقعت إسرائيل اتفاقية تصدير دفاعية بقيمة 3 مليار دولار مع دول في المنطقة، ومن هاد الدول من طبيعة الحال المغرب. خوتي العزاز، ما تنساو دعمنا باللايكات، وإلا كنتو مازال ما مشاركينش في القناة فسأكون سعيد جدا باشتراككم معنا باش نقدروا نوصلوا بهذه القناة المغربية 100% للمستوى اللي بغينا. خليناكم على خير.